لك واحد يروح يصاب بالثنتين الضرورة وين ما اخذنا جهنم. هذا بابنا وهاي الواشيه اللي نريد نسويها راح نتفق ويا الاسطى. طابوق ولا قلي؟ هسه شلون ما كان رتبها؟ هذه راد شفر تهدم بشفر تخلص من عندي. هذا وعد من عندي يجي يوم واسوي. اليوم لازم انهلها. بعد سنين عجاف قررت اغير غلاف الواجهيه مال البيت على مود بعد علينا رسم ووخطه، ولا الاسطى الاول ولا الاسطى الثاني اقتنعوا بالطابوق ولا رضوا يسوون واجهيه. والزغيرون مال البيت يريد هيك نموذج، بس انا كان ببالي هذا النموذج النوع الثاني. خلينا نشوف القصه من البدايه وشلون خذينا القرار. هنا الديكور مستحيل لازم يصير. وينك واحد يلعب بالثنتين الظهر؟ اليوم وين لعبتكم؟ هذا حسين طيب. الماي بارد بالغسيل؟ حتى الماي يصير هنا. سولف لنا ايش عندك من الرخيص وانت صاعد. 5 سنتيم كوبلين يجي من ال 3000 لحد 40. قل له خلي يشوفنا شغله. هاي التوج، هاي الاشكال كلها تتقعد بالستاره. وهسه رايحين على مود نشوف الشغل. القيادة لازم يسعد بالصدر وانت ورا. توكلنا. اسطى تاخذ المتر حاضر لاقصاد. الاسطى جابانا هنا على مود يشوفنا شغله. مو هذا الشغل غير فول بس يراد فلوس. هذا البيت الزغيروني هم ما مقتنع به؟ 10 ايام اكمل لك البيت مالتك فول. قل له بطلنا بعد ما نريد. بمن تقتنع انت؟ شوف انا ما اقتنعت، ما تشوفني بيتكم على المود ارتاح اشوف انا. يلا عاد نمشيها له. شرفك، هو هذا حائط يصير واجهه؟ لو خلف شايف المصريين القديمين قبل ما يشتغلون هذا الشغل. ولا الواجهيه صارت ولا راح اخطب، وكل هذا الشغل اللي شفناه بالفيديو كان برعايه معرض الحسنيه. تريدهم هم يغلفوا لك البيت، تريد يبيعوا لك مواد درجه اولى، والرقم والعنوان قدامكم. معرض الحسنين يبيع جمله ومفرد، عنوانه صاير بالعماره بنزله جسر الناظم، يعني وين؟ بحي الحسين الجديد، وهذا الرقم تقدرون تتواصلون وياه.